السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Somali Academy iyo barnaamijkeeni bar marka aad barato iyo saadaasad oo luqadii Carabiga mar labaad si aan baqaadaya waxaynu ku guda jiray al-mamnu' min as-sarf li'illatayn waxaynu imkana galeynaa al-mamnu' min as-sarf lil'alamiyyah wa ziyadat al-alif wa an-nun. idan عندنا الآن علتان تمنعان من الصرف لأي اسم أو للأسماء الآتية. إذن عندنا أسماء عثمان عدنان سلمان. إذن هذه أسماء علم. عثمان علم وعدنان علم وسلمان علم. maxaa ugu soo biiray markaa waxaynu haysanaa imika calam baynu wadnaa oo ah qaybtii afraad للعالمية والتانيث للعالمية ووزن الفعل للعالمية والعجمة ayaynu soo dhaafnay markaa imika maxaynu ku jiraa qaybtii afraad oo ah للعالمية وزيادة الألف والنون. markaa waxaynu haysanaa هذا اسم عثمان وعدنان وسلمان saddexdan magac maxay wadaagaan waxay wadaagaan in ay dhamaantood aakhirkood ay isku xigaan noona ku dhamaadeen alifin ka horeeyo Uthman Adnan Salman iyo kelimado badan oo kale oo lamid ah marka waxaynu haysanaa hadhihi al-asma dhamaantood hiya a'lam wa a'lam waana magac dad bili aadan la baxo. ثانيا أن كل اسم من هذه الأسماء waxa uu ku dhamaaday ama lagu biiriyay aakhirkiisa زيادة الألف والنون. إذن لبعض السببات درتيد أيو اسم غني ونقولنا ممنوع من الصرف. مركا اللي جويديو اسم غني ما مصروف با مسوى ممنوع من الصرف. مركا كواد بو واحد إيجي ساوي تسكه بينا سا بل اسم غني حلقة نقون كرو واحد هذا اسم غني ورتع عالمي ها وعثمان وعلم وقف بالهذا أنا مجيء. مركا لبعض اسم غني محقود ماضي وحقود ماضي أما آخر كيس لو تري ألف يا نون. إذا عثمان واسم ممنوع من الصرف لوجود علتين. أولا لأنه علم. ثانيا لأنه ختم بالنون قبله ألف أي بمعنى زيد على آخره ألف ونون. وهي نسوق هذا عثمان طالب مجتهد طالب مجتهد. إذن waxaa lagu oran karaa bal saddexda jumlada meesha ku jirta waxaad ka soo saartaa ism mamnuuc min as-sarf sida aynu arkayno labada kalimadooda kale mid walba muxuu leeyahay hadaad aakhirkiisa eegto maxaa u saaran tanwiin baa saaran. idan kullu ismin yaqbalu tanwiina fa huwa ismun masruuf. marka hadaynu eegno Uthman aakhirkiisa maxaa saaran ضمة واحدة. إذن عرفنا أن الاسم الممنوع من الصرف في هذه الجملة هو عثمان. عثمان إذن اسم ممنوع من الصرف. ومحين كوغان إنه ممنوع من الصرف هي لأنه لم يقبل تنوين مقادا. حتى والسبب تنوام حي. والسبب في ذلك أن عثمان أولا علم وعلم. ثانيا أنه زيد على آخره ألف ونون. إذن نحن نقول عثمان ومبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة واحدة لأنه اسم ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. طالبنا وخبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة. لكن ما حضر كيسا تنوين بعد أركيسا مركا الإعراب أيوه ضمتين لما أورانيو لكن ضمة لا أورانيو لكن تنوين محي دليل التنوين دليل على أن هذا الاسم مصروف وعدم قبول الاسم للتنوين دليل على أن هذا اسم ممنوع من الصرف. تنوينته واحد دليله طه إنه اسم غير مصروف يعني. إن ضمادنا ما حيكون تصيصا إن أنا اسم غير ضماد كيلو حيكون تصيصا إن أنا اسم غير مصروف هين. إذا عثمان وحويا اسم ومبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة واحدة لأنه اسم ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. هذا حالة كان ما هذا حالة الرفع بين تاجنون مبتدأ إنه هيستني حالة النصب قارنه. maxaynu oran karaa
waxyaaba qaar kood kolkol waxaynu qaadan karaa inna Uthmaana inna Uthmaana inna Uthmaana طالب مجتهد طالب مجتهد إن وحلا هذا مبتدئ خبر كي سوقشة إن هذا يشير وحين كهر دوضع اسمه هل كان عثمان وكايسني إمك إن كهر رئيسة مركب محلنا إن حرف النصب والتوكيد تنصب تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الأول وترفع ثاني تنصب الأول ويسمى اسمها وترفع ثاني ويسمى خبرها تاو ما جيدنا مانتا لكن وحين اوغانينا markaynu xaaladii rafciga iyo nasbiga iyo jariga soo marino kalimada Uthman miyay qaadatay tanwiini hoos dhow imika halka waxaan haysanaa tan tanwiin ma qaadan tanna tanwiin ma qaadan idan Uthmana wa ismu inna mansub wa alamatu nasbihi fathatun wahida لانه اسم ممنوع من الصرف وما هو السبب الذي جعل هذا الاسم ممنوعا من الصرف sababta ka dhigtay ismigan Uthman inuu mamnuuc min sarf noqdana waa maxay hadii la weydiiyo waxaad leedahay laba sababood dartood buu ismigani mamnuuc min sarf u yahay ko marka hore waa calam lil alamiyati marka labaadna waa maxay waxa lagu biiri aakhirkiisa alif iyo nuun hada jar u fiirso alif iyo nuun ba isku wada xiga alif iyo nuun alif iyo nuun idan waxa leenahay lil alamiyati wa ziyadati al alif wa nuun maxay noo haray inaynu xaaladii saddexaad ee jariga hoos dhowga soo marino waxaynu leenahay سلمت على عثمان لا نقول عثماني وحلنا على waxay kamid tahay xuruuftii la oran jiray xuruful jar marka waxaynu haysanaa hadii jeer ismiga ka dambeeya waa maxay waa inuu qaato hadii jeer waa ismu majruuro waa inuu hoos u qaato laakiin halkan maxaynu dareemeynaa ان هذا الاسم مجرور بالفتح waxaan leenahay ma sabab على حرف جر عثمان اسم مجرور بعلى وعلامه جره فتح نيابه عن الكسره النيابه waxay ka dhigan tahay waxay ku simaysaa oo halkii ay ku simaysaa kisradii bay ku simaysaa niyaabatan عن الفتح oo marka lagu weydiyo goormay fatxadu naa'ib ka noqotaa kasrada waxaad leedahay hadii ismigu mamnuuc min sarf yahay halkii fatxalkii kisrada maxaa u gala فتحة أو قشة مركز هذه إعراب لقولا سلمت فعل وفاعل على حرف جر عثمان واسم مجرور بعلى وعلامة جره فتحة نيابة نيابة عن المحي عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف للسببين أو لعلتين لما علة درتوت كو للعالمية وتكواد وعلم وزيادة الألف والنون طلباتنا محي إن اسم قال له بيري ألف النون إذا وحن لنا كل من عثمان وعدنان وسلمان وأسماء ممنوعة من الصرف لعلتين للعالمية وزيادة الألف والنون إذا ما أنت وحن هلقا قاعدني إن اسم كاستود أركته أو علامة أو مقعدة أو ألف النون كل ماضي إنه يها اسم ممنوع من الصرف لوجود علتين علة كواذا للعالمية علة اللباض زيادة الألف والنون على آخره وهي ألف والنون هل كأوطن بيسا ومبي كجليان انت مركا إنه قاضنا إنه قاني الممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون وحينه قالنا للعالمية والعدل للعالمية والعدل هل كأنه تنكه يسنم للعالمية وزيادة الألف والنون أي نقولنا للعالمية والعدل وحين نقولنا سبب خله أو أهل العالمية والعدل والعدل وهي علم نمد وين قرني أو وحها اسمه أو مقع ضد العدل وحلا هذا سيقو أيها لغا وعدي أو سيقو كلا أيها لو وعدي حتى بلين سوق هذا كلمة دهن عمر ذو حلو ذو فارو
إذن أسماء أذني قاركود وحويا مقعدة سيدا عمر يا ظفر زحل وحا مد كميدا ميرياشا عانكايا وده كميدا حدقة أيا زحل إيرا marka waxa weeyaan waa magac meeleed oo waa la isla garanayaa hadii zuxal la soo la yiraahdo Carabiga waxa la garanayaa inay xidig tahay kamida meerayaasha caanka ah ee ka qaybta ah systemka qorraxeedka waayo marka waxaynu haysanaa asmaa'adani dhamaantood xaalad kale ku yimaadeen Umaru bidam al-awwal iyo talabaado fadhaysan zuhalu iyo fadxo dhufaru iyo fadxo laakiin xarakada u dambaysa way inaga oran jiray waa xarakati naxwaha oo iyadu malaha اعتبار بدن عمر هضبا حقي كتمد عدلغا معناheegu dhow laba macnood cadala waxay ka dhigan tahay weecasho xaqee loo weecday Umar siiqadeedii hore waxay ahayd asalkay markay ahayd masruufka waxay ahayd aamirun halka Umar laga yiri asalkeedu muxuu ahaa aamirun halka zuhal laga yiri asalkeedu muxuu ahaa زاحل هلك ظفر لقيت أسأل كيسي محوها ظافر إذن محينو هذا بقى هلكينو أطلعوني وحينو كجذبني إنه كوي عني سيقتي لأورنجري عامر أو محينو أوي عني سيقت ليرا عمر مركا كهور على وزن فاعل بها كنا محون قني على وزن فعل أو كل كتب تقارب كتب حلقة بين أذكر عرفتان وزني فعل على وزن فعل مركا وحنو هيسنا أسماء عمر وزحل وظفر وأسل كودي سيقته ذي كلا هيد إلا لقى صو وعدي أي أهيد نهيد عامر زاحل ظافر إمك كلمة مركا ذيكتو مثل البمحولية تنوين بوقاتي لكن كلمة عمر يزحل يظفر متكودنا مقادن تنوينته لأنه اسم ممنوع من الصرف كو لبدا اللي مركا ممنوع من الصرف كدغتي مدوا عالم كيو ومغعي اي marka horeba ahaayeen oo Umar waa magac dad Zuhal waa magac xidig kamida xidigaha meerayaasha kamida Dhufarna waa magac qof bil aadana marka waxa weeyaan waa magacyo waa aclaam ثانيا أن هذه السياق سيقooyinka halkan inoogu jira asalkoogi waxay ahaayeen siiqa kale oo ay ka soo wareegeen ba jirto oo ahayd Umar wuxuu ka soo wareegay Aamir Zuhal wuxuu ka soo wareegay Zahilun Dhufar wuxuu ka soo wareegay Dhaafirun idan waxaanu haysanaa laba sababood labadaas sababood waa kuwe takowaad inay yihiin calam takowaad inay yihiin asmaa oo aclaam talabaad al-adl wal-adl معناه أن هذه السياق جاءت من سياق أخرى فعمر جاءت من صيغة عامر وزحل جاءت من صيغة زاحل وظفر جاءت من صيغة ظافر وحال أورنيا مركا اسمه ممنوع من الصرف وحويه لبا سببات سببتك واضح إن إعلاميين سبب طلباته إن لقى سو عدلي أما لقى سو وعي صيغة كله أو أي كو إيمان ترين أو حتى إنه مكلبات سو قادنا هذه صيغة مصروفة وهذه صيغة ممنوعة من الصرف صيغة عامر ومصروفة وسينو كو قرنين مصروفتها لتنوين بينو كو أركينا لكن صيغة كلامك الله وعدي عمر ليرا وصيغة ممنوعة من الصرف لأنها وعدلت من صيغة عامر مرة هذين نحن جاء عمر وممنوع من الصرف جاء فعل ماضي مبني على الفتح عفوا جاء فعل ماضي مبني على الفتح عمر وفاعل مرفوع بالضمة وهو ممنوع من الصرف وأنا ممنوع من الصرف لأي سبب للعالمية والعدل أما قولك أوران كرتا للعالمية ووزن فعل حتى إنه تنت هذا كان استعمال الهين محين أوران لهين جاء عامر هذا مصروف وهذا ممنوع من الصرف محاول حاجة سيقة هو سيقة عامر لنا وعاد بكتم سيقة هو السوعي وعمر زحل من الكواكب
هذا هو مرياشو كميديا زحل ومبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة لكن هل هو ممنوع من الصرف أم مصروف وممنوع من الصرف مركو حالة كجرو هذه زاحل وهن لها مصروف هن لها زحل من الكواكب ظفرنا والله من مركا حالة هذا إنه صوّد مرينو إمك كا إنه جاء عمر ونري رأيت محاضرا كرتا رأيت عمر عمر هو مفعول به لكن هو ممنوع من الصرف هو تنوين تي مقاضنا أيوه منصوب بفتحة واحدة لأنه اسم ممنوع من الصرف للعالمية والعدل للعالمية والعدل نظرت إلى عمر نظرت إلى عمر وين هيسن إلى وحرف جر عمر هو اسم مجرور بإلى وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف لأي سبب بل سبب تشاك سبب تنوام حي للعالمية والعدل كلمة بحجر تاج لرادي مثلا كلمة جمع يدنا وتوكيد والفاظ التوكيد كم تهي أو حويان جاءت النساء جمع وكلمة لقصو وريجي أو جاء النساء وجمع كلمة نوى السفين سوى توكيد بس عارسها جاءت النساء جمع يجي أو ما يسترن أو جمع يمدين جمع واحد لقصو وريجي جمعات جاءت النساء جمعات راح تظهر كلمة جمع يدنا وممنوع من الصرف وجاءت النساء جمع رأيت النساء جمعة مررت بالنساء جمعة يدورون طنطا مركا هذه كلمة سنة والله صور رعي لكن يدو عالم معها ولفت توكيدة لكن هتدركته وممنوع من الصرف محل هذا يدنا هو للعدل بالعرانية يدا وهي هل كان مركا إنه جوجنا وحنا هيسنا مركا للعالمية والعدل أو إنه برناي إنه اسمه ممنوع من الصرف النقان كرو هذه أولبا إلا ماشي مادان للعالمية إنه عالمي هي والعدل هي إن سيقضي هراء وكيم لها سيقة كلا لوجوري بمعنى وحال سيقة عامر لا بجرتها عامر مركا عمر لو بدله كوري قال لوجوري عمر أيال ده عدلي أو عامر بوها عمر بوسك بدله زاحل بوها زحل بوسك بدله ظافر بوها ظفر بوسك بدله وعشرة العدل ولو معناه من نوع عدالة من نوع وعشر عدالة عن طريق هذه الأولى وهي مرة واحدة صيغة سلقة سوريجي أو حلو سوريجي صيغة طليرة عمر بلوري أما من صيغة فاعل صيغة فاعل لا بلوجا سوريجي إلى صيغة فعل بلو سوريجي ما أنت نالك سن بسوق جويننا إن شاء الله iyo inoo waqti dambe oo iyo kulan dambe wanaagsan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.